بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض روتين شتوي جميل جدا. بس قبل ما تدخلي بالله عليك حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الإشعارات الجديدة. النهاردة برد 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 موت، والدنيا بصوا الدنيا حوالي 11 الصبح، بس تشوفيها تقولي لسه الساعة 6 مثلا. الدنيا ضلمة ومغيمة وبتشتي وهوا وفظيعة بصراحة، والجو برد جدا، بس أنا بحب الجو ده جدا. أنا بقف في البلكونة كده واتفرج على الشتا، دي بالنسبة لي متعة. بالنسبة لي الجو البرد ده حلو جدا. مش عارفة انتوا زيي بتحبوا الشتا ولا لأ، بس الصراحة الشتا ده بيبقى جو رائع والله. أنا بحبه، أنا عن نفسي بحبه جدا. فانتوا بقى اكتبوا لي وقولوا لي انتوا كمان زي كائنات شتوية كده وبتحبوا الشتا ولا لأ. فأنا قمت من النوم كده اتفرج على الشتا بقى، ووقفت شويه في البلكونه، وبعدين قلت اصور لكم اجواء الشتاء بقى وتقولوا لي عندكم الدنيا بتشتي زينا كده ولا لا. اسكندريه فيها نوة جامده بصراحه، بقى لها 3 ايام كانت الشمس طالعه، والايام اللي فاتت كان الجو حلو قوي. بقى لها 3 ايام في نوة كده الحمد لله. قفلت كده وشديت الستاره، الجو برد جدا، ودخلت جوه بقى قلت اروق الدنيا. بصوا لسه قايمين من النوم اهو، والفرش محطوط والسراير عايزه تتروق. قلت اروق بقى واكنس كده ولمع على السريع كده. انتوا عارفين في الشتاء بقى مفيش لا تطليع حاجه في الهوا تتشمس، ولا نشيل ولا نحط ولا حاجه، بنروق من على الوش كده وتلميع من على الوش كده ايه وخلاص. في ثواني الاوضه هتتروق، يعني ما فيهاش حاجه، هي كلها نظيفه والملايات نظيفه مش عايزه تتغير ولا حاجه. بس هنروق بس وخلاص اهو. بصوا روقت السراير كده، عدلتها ونفضتها وطبقت الغطا علشان طبعا مش هينفع اطلعه. وكنست الارض. ايه يا لولو اللي انتي فرشاه على السجاده ده؟ بصوا اللي انا فرشاه على السجاده دي دفايه سرير قديمه عندي، ما بقتش بفرشها على السرير. قلت ايه خليها تكمل مهمتها على الارض بقى وتحافظ لي على السجاده، لان السجاده فاتحه وخايفه الولاد تبهدلها. فقلت يا بت ايه افرشيها عليها. وكنست البلكونه كمان، بوريكم ان انا كنست البلكونه، بس قفلتها عشان الجو برد. ولمعت بقى دولاب العيال والارض كنستها، وكله لمعته كده. والمكتب روقته وفضيت الباسكت. والاوضه بصوا راحت زي الفل في ثواني في ثواني. بوريكم الكفر بتاع المروحه بتاعي الجميل ده. كنت جايباه من على جروب. بوريكم بقى الكفر بتاع المروحه، انا كنت شاريه من جروب كده، وخليت الاوضه زي الفل. وبعد كده دخلت على المطبخ بقى، بوتاجازي نضيف وما ببيتش مواعين، بس هو فيه بقى كوبايات مكان الفطار، وفي علب كده بتاع الجبنه وحاجات، وعلبه العيش والكلام ده كله كده. المطبخ بقى عايز له ترويه، وجبت المقشه عشان اكنسه كمان. اديني غسلت المواعين، الكام كوبايه غسلتهم وروقت الدنيا وشلت كل العلب، وكنست الارض كنسه كويسه. ودخلت كمان الحمام، عملت فيه روتين وفتحت الشباك. وبعد كده قلت ايه يلا نعمل الغدا بسرعه. كان عندي بقى جرجير كده الولاد جابوهولي وفلفل، عايزه بقى اغسل الجرجير وبصوا غسلت الجرجير اهو، وقطعت الفلفل بصوا حتت صغيره كده، علشان هنعمله ايه مع الاكل بقى طبق جانبي كده هيبقى حلو قوي. قليت الفلفل كده في الزيت اهو لغايه ما يتحمر كده معايا، علشان عايزه اعمل فلفل بطماطم. وجبت بطاطس ايه هقشرها واقطعها عشان هنعمل ايه، بطاطس حلوه جدا وجنبها الفلفل بطماطم. ده هيبقى الغدا بتاعنا، غدا من غير فراخ ولا لحم، بس حلو جدا. البطاطس قطعيها اتخن من الشيبسي، حاجات بسيطه، ورشي عليها ملح وفلفل اسود، بس ما تكتريش الملح قوي عشان ما تبقاش حادقه معاكي، عشان هنستخدم في الاكله دي جبن، فالجبن بتبقى فيها ملح برضو. اهي اقلبهم كده. صينيه البطاطس دي حلوه جدا، هتعجب الولاد قوي. تعملي جنبها بقى فلفل بطماطم، طبق جبنه قديمه، وتبقى غدوه حلوه. جبت بقى كوبايتين لبن كده اهو، بفضيهم كده على البطاطس. كوبايتين لبن على البطاطس. وبعد كده بقى اي نوع جبن عندك، عندي الجبنه الروديس البيضه دي احط منها شويه، عندك جبنه بيضه، جبنه كريمي، جبنه قريش، اي جبنه حطي منها كده بتبقى طعمها حلو قوي. اهو بحاول كده افردها على الوش اهو، بفرد الجبنه البيضه كده على البطاطس. بصوا ميزه البطاطس دي ان هي بتلم اي جبن عندك، عندك جبنه ناشفه، عندك جبنه مقطعه، بواقي جبن، اي نوع جبن تحطيها في الصينيه دي هتبقى معاكي حلوه جدا اهي. اي نوع جبنه يعني، مش عايزه اقول لك مش لازم نوع معين يعني.
انا بقى بحط البواقي كلها اللي عندي. حطيت جبنه بيضه، وكان عندي حتتين جبنه تركي كده، وكان عندي جبنه موتزاريلا حطيتها بقى على الوش. البطاطس دي لما بتطلع من الفرن بصوا بتبقى عامله زي البيتزايه كده، بتبقى طعمها حلو جدا واخده لون كده وجميله قوي. تنفع وجبه عشاء، وجبه غدا، اكله سهله وسريعه كده، وبتبقى حلوه جدا. انا لقيتها مناسبه جدا النهارده للغدا. بما اننا بقى ايه يعني خلاص قربنا نعمل مقاطعه للحمه والفراخ، فهنعمل بقى بدايل بقى للولاد، حاجات بقى زي كده يعني. اهو هنحط بقى الجبنه الموتزاريلا. بس للاسف يعني نوع الجبنه ده طلع نوع رديء جدا. ده من السوبر ماركت كده، جبنه سايبه، مش اكياس ولا حاجه. بنتي لما بعتها قالت لي مفيش الا النوع ده، قلت لها هاتي منه وخلاص. بس بصراحه مش حلوه يعني، انا مش هعيد التجربه دي تاني واجيب منها ابدا. انا كنت بجيب كيس اسمه الحمد او الاطباء موتزاريلا، بصراحه بتبقى حلوه جدا، بتبقى جميله. بس يلا دي ماشيه حالها وقضت اليوم. بصوا طلعت من الفرن واخده لون وجميله ازاي. بتحطيها لغايه ما تتشرب كل سوائل اللي فيها وتاخد اللون الجميل ده، تكون استوت. لان احنا مقطعين البطاطس حتت صغيره رقيقه خالص يعني. طلعت واخده لون جميل وطعمها حلو قوي. والفلفل بطماطم اهو. كان عندي الصلصه دي على فكره من امبارح بتاعه الكشري، معموله برضو بالثوم ومتسبكه. وكانوا فاضلين الحبه دول، سقطت فيهم الفلفل كده بقى فلفل بطماطم جميل جدا. انت حتى لو ما عندكيش الصلصه شوحي فص ثوم وحطي عليه الطماطم، وما يتسبك نزلي فيه الفلفل بس. طلعت بقى ليمون معصفر وجزر انا عاملاه في البيت، والجرجير اللي احنا غسلناه، وعيش بلدي بقى، وعيشي حياتك. اكله تحفه تحفه تحفه، وسهله وسريعه، وما خدتش معانا اي وقت. يلا بالهنا والشفا للي كل، وبالهنا والشفا للي شاف. اتمنى ان انتوا تجربوا الاكله دي بطريقتي كده، وتكونوا خدتوا فكره حلوه للغدا. لو خدتي الفكره حلوه دي بالله عليكي حطي لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان توصلك كل الاشعارات الجديده. السلام عليكم.